بقول لك يا حبيبتي الشنطه دي شنطه رمضان واديها لام محمود عشان ما خدتش امبارح. ماشي؟ ام محمود هي ما خدتش شنطه امبارح؟ لا ما خدتش يا حبيبتي. ايه ده؟ مين اللي بيرن مش الجرس؟ عارفة. طب قوم شوفوا مين. حاضر ما تنسيش والنبي بديها لها. ها ابقى اديها لها، خليها دلوقتي هقوم بس اشوف مين. طب يا حبيبتي شوفي مين بيرن الجرس. يا ترى مين اللي بيخبط؟ مساء الخير يا بنتي. مساء النور، مين سمحت. حضرتك؟ مش دي شقه الاستاذ اسلام؟ شقه الاستاذ اسلام. عايزه ايه اصل يعني؟ قالوا لي ان هو بيطلع شنطه رمضان. طب معلش ما تمديش ايدك. طب خلاص ماشي. هو خلاص طلعهم كلهم امبارح والنهارده مش هيطلع اي حاجه. انت ممكن تنزلي تشوفي عند اي حد تاني. والنبي ده ما اقول للراجل خير وبيدي الحاجات لله وللناس الغلابه اللي زيي. حتى لو انت فيكي صحتك اهي وبتمشي، انت ممكن على فكره تنزلي تشحتي من اي حد تاني او تشتغلي او تعملي اي حاجه في حياتك. انا كنت كويسه يا بنتي بس موت بنتي هدني. بنتي وجوزها ماتوا في حادثه. انا مالي يا وأنا حبيبتي، انا مالي باللي انت بتقوليه ده. وانا بربي 3 عيال بنتي والله العظيم بالمدارس وبكفي بالعافيه. حبيبتي كل اللي انت بتقوليه ده انا ماليش دعوه بيه. طب بعتي لي بس الاستاذ حسبي اسلام. بس. يا استاذ اسلام مش موجود. والنبي يا بنتي راضيني ربنا يراضيك. اتفضلي اطلعي بره طب خلاص. اقول لك حاجه. مش هتقعدي تتكلمي معايا؟ طب كيس رز حتى اعمله ولا كيس مكرونه للعيال اللي حتى من غير صلصه. اتفضلي انزلي اشتغلي، هاتي لنفسك كل اللي انت عايزاه. طب كيس مكرونه او كيس رز اكل العيال دي. اذا كانش فيه انتهي للاستاذ بقول لك ايه يا اسلام. وليه انت؟ ما عندناش حاجه لحد. يلا يا حبيبتي انزلي، ما انت صحتك اهو زي القرده. انزلي اشتغلي لك ولا اعمل لك اي حاجه. يلا يا ست اطلعي بره غوري في داهيه. يلا يا ست اطلعي بره. بتزعق مع مين دي؟ في ايه؟ يلا غوري في داهيه. رجلي حلو عليك يا بنتي حرام. هو ايه اللي حرام عليا؟ حرمت عليكي عيشتك يا شيخه. هو انت لسه قاعده؟ ما تقومي امشي بقى غوري في داهيه. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ دي واحده جايه انت مين يا تشتم. بنتي؟ طب قومي يا حاجه قومي يا أم. استنى، انت مين يا ابني؟ انا استاذ اسلام فرجاني يا أم. بجد؟ على مهلك يا أم. ايه ده؟ في ايه؟ انت الاستاذ اسلام؟ تعالي يا أم، تعالي يا أم. في ايه؟ في ناس تعالي بعتلي يما. ايه هتروح فين تعالي. هي يا اسلام؟ في ناس بعتلي ليك يا ابني. في ناس بعتلك ليا. اه تعالي اوعى كده. خش. وانت كمان هتقفل وتدخلها يا اسلام؟ انت مجنونه؟ كانت هتوقع على الارض. بتعمل ايه؟ مالها في ايه؟ هو انت بتزعقي معاها كل ده؟ انت يعني انت بتزعقي كل ده مع الست دي؟ اه. ليه ياما؟ في ايه ياما؟ ما محتاجه ايه ياما؟ انا هقول لك. قولي لي ياما. اهدي بس. اهدي في ايه؟ بنتي متوفيه هي وجوزها البقاء في لله. حادثة. لا حول ولا قوه الا وكانت بالله. صحتي تحت جبل فتحت. تمام لما ماتت سابت لي 3 عيال. تمام. 3 عيال صغيرين. فانا رب سمعت كل سنه طيب داخل رمضان. انا عليك بتوزع. تمام قلت يا اخد أم. اللي في النصيب. قلت لها حتى كيس مكرونه اعمله للعيال. انا مش عارفة فعلا بيه. فعلا كنت بوزع امبارح بس خلاص. الشنط خلصت. كان في شنطه جوه بتاعت ام محمود. روح هاتها لي. روحي. لا هنديها لام محمود، هي ما تستاهلهاش. بقول لك روح هات الشنطه بتاعت ام محمود اللي جوه. يلا خش هات الشنطه بتاعت ام محمود. بقول لا لك يا اسلام بتاعت ام محمود ومش هنديها لها. يعني ايه لا ومش هنديها لها؟ يعني ربنا انت يبارك ليكي لك. فيه. ربنا انا ادي يبارك اللي لك. انا عايزه. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك لك. الله يخليك. هد الجبل اهو. يا بنتي بتقول لك عيال بنتها يا بنتي يتامى وعمه ماتوا في حادثه. روح يا بنتي هات الشنطه اللي جوه يا بنتي. ماليش دعوه. يا بنتي بقول لك روح هات الشنطه اللي جوه. انت مالك انت؟ ما تضربنيش بقى عشان طب روح هات الشنطه اللي جوه بقول لك. مش هجيب حاجه. بقول لك ايه يا ابني؟ ايه ياما؟ حقك عليا مش عايزه حاجه. لا ياما انا هجيب لك الشنطه ياما وهتاخديها واللي انت عايزاه كله. مشيها. بقول لك روح هات الشنطه اللي جوه عشان وكتاب الهقلع الشبشب وانزله عليك. لا روح يا بنتي هات الشنطه اللي جوه يا بنت. روح. هجيب يا اسلام حاجه والله مش هجيب. هاتها انت لو عايز تجيبها. مش هتجيبي؟ خش قدامي وانا هبص هطلع عينك دلوقتي. لحظه واحده ياما وجاي لك. خش معايا. خش. خش تعالى. الا بالله يا خرابي. هي دي متجوزه الراجل ده؟ ده الراجل ده طيب. البنت دي جحته قوي. بس انا والله ما قصدي اعمل لها مش كده. ده انا كان نفسي اخد اللي في النصيب وامشي. لا انا عايزه امشي قبل ما يجي. لا حرام. لا انت جحدت عليا قوي كانت وزقتني وانا ما رضيتش اقول له زقتني كمان. الله يهديها الله يهديها. خش قصادي. خش. اقعدي هنا. انا عايز اسالك سؤال واحد. اسلام تمام. هو انت بتضربني عشان ست الزباله اللي بره دي؟ احترمي نفسك ما تقوليش زباله. ده انت اللي زباله. انت بنت اهلك ما ربوكيش. اهلك ما قالوكيش يعني ايه جبر خواطر. اجبري بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطرك. يا بنتي ده انت تعبانه ومريضه. ده انت مستنيه النتيجه بتاعت الدكتور. ده انت بتموتي بقالك كام يوم. يعني اجبري بخاطر الناس عشان خاطر ربنا يجبر بخاطرك. انت اهلك دول اقسم بالله ما يعرفوا يربوكي. اسالك سؤال ورد عليا. انا طلعت لقيت الست دي مرميه على الارض. وقعت لوحدها ولا انت اللي زقتيها يا بنت؟ واد لوحدها. وقعت لوحدها؟ ايوه. مش هصدقك بس ما علينا يعني.
يومك اسود لما ارجع لك، هديها الشنطه دي ولما ارجع لك بس يا كنزي، ها لما ارجع لك ماشي. ده انت والله العظيم بصي ربنا مش هيجبر بخاطرك ابدا، طالما ما بتجبريش بخاطر الناس ربنا مش هيجبر بخاطرك. انسانه والله العظيم بص عايزه لما اجي لك بس. ايه قله الادب دي؟ حرام عليك يا اسلام، بتضربني انا عشان الشحاته دي؟ ماشي يا اسلام. قليله ادب. يا لهوي، ده ماشي. بيتخانقوا جوه وصوتهم عالي، يا ريتني ما كنت جيت. ده مراته دي حربقه، ده الراجل ده طيب قوي. انا اخد بعض وامشي قبل ما هو يجي. يا حاج ايه خدي يما دي الشنطه كده فيها كل حاجات مستلزمات رمضان واللي انت عايزاه كله يما طول شهر رمضان. تعالي يما اعملي كده، انا عايز استاذ اسلام فرجاني وانا من العين دي قبل العين دي يما. اللي انت عايزاه كله انا اعتبرني ابنك وقولي لي عليه. انا مش عايزه حاجه، بس مش عايزاك تزعل مراتك. ياما ما فيش اي حاجه، ده مش عايزة انا الشنطة يعني انا محقوق لك وحقك على راسي. طب والنبي وما تزعليش من مراتي، هي بس بس. لا ما تشغليش بالك، هي بس خاطر تعبانه ويعني ربنا معاها، فكل واحد ربنا يعلم بحاله. ربنا يشفيها يا ابني، يا رب ربنا ياما. يشفيها. شوفي الست بتدعي لها. ربنا يخليكي ياما وكل سنه وانت طيبه، واللي انت عايزاه كله تعالي خبطي عليا وانا عينيا ليك. روح ربنا يوسع سكتك الله يخليك، ويرزقك من واسع، الله يديك الصحه ويديك ياما، صحتك يا وان ابني، شاء الله السنه الجايه كده تكوني على جبل عرفات يا رب، ويزيدك من عنده. الله يخليك ياما. ربنا ولو احتجتي اي حاجه ياما لا. تعالي في اي وقت، وباذن الله تعدي عليا 5 يوم رمضان هديكي شنطه تاني. بجد؟ والله الله يبارك لك يا ابني. لا عيب ياما، عيب ياما، حاشا لله ياما، عيب ياما، عيب ياما، عيب ياما، عيب ياما، اللي انت عايزاه. ماشي بقى بيزعل انا عشان نسيت الشحاته دي. ماشي يا اسلام، شكرا قوي، يعني انا تعبانه وبتعمل معايا كده. ماشي يا اسلام. اسالك سؤال يا حاجه وترد عليا. قول يا ابني. يعني انا طلعت لقيتك مرميه على الارض، هو انت عاجزه ولا حاجه؟ لا يا ابني، امال كنت واقعه على الارض ليه كده؟ بقول للهبل عايزك كيس مكرونه، راحت زقاني. يعني هي اللي زقتها؟ يمك اسود معايا يا كنزي، حقك عليا يا ام، بالله عليكي ما تزعلي، ربنا يهديك، والنبي ما تزعلي يا ربنا ام. يهديها لك يا ابني. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. اقعد بالعافيه. ماشي يا ده ام. انا عامر يا ابني. الله يديك الصحه، على عامر مهلك يا ام. بحسك يا رب. على سلام مهلك يا ام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك يا حاج، على اقعد مهلك. بالعافيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كنزي، يعني انت اللي زقيت الست الكبيره دي؟ والله العظيم يومك اسود يا كنزي معايا. يا رجلي، انت زقتني زقه جامده وجعتني، بس والله العظيم الراجل ده طيب وربنا يديله الصحه. لا دي مش مرته، دي مرته حربها قوي. ربنا يكفيك شر نفسك يا ابني، ويرزقك من واسع ويوسعها عليك يا رب يا ابني يا رب. يا رجلي، مراته زقتني زقه جامده. اللهم اصلح حالي ويوسعها عليك ويرزقني من عنده. هي يا استاذه خشي اللي انت عملتيه مع الست الكبيره دي، ها؟ انت اهلك يا بنتي ما عرفوش يربوكي؟ اهلك ما قالوكيش في حاجه ان في حاجه اسمها جبر خواطر؟ يا بنتي ده جبر الخواطر على الله، اللي بيعمل خير بيلاقي خير. ليه تعملي كده؟ جبت منين القساوه دي؟ جبت منين الجحوديه دي؟ ها؟ انت بتدفع حاجه من جيبك؟ ابوك وامك بيجي يدفعوا هنا عشان خاطر ندي للناس، ولا كل حاجه من مالي؟ انت بتدفع حاجه من جيبك؟ يا اسلام انا مش قادره اتكلم، بقولك انا تعبانه بجد. ما هو انت تعبانه، المصيبه ان انت تعبانه وفي حاله انت بتتمني من ربنا يشفيكي، يعني المفروض تعملي خير عشان ربنا يعمل لك الخير. اجبري بخاطر الناس عشان خاطر ربنا يجبر بخاطرك يا شيخ. ربنا يكرمني باذن الله. ربنا يكرمك باللي انت بتعمليه مع الناس ده، والله ما هتلاقي كرم خالص من ربنا. اسلام كفايه والله بقى ما هتلاقي بجد، كرم. كفاية. ده انت منك لله يا شيخه. ليه تخلي الست الكبيره دي تدعي عليكي ولا دموعها تنزل؟ ليه؟ ده احنا داخلين على ايام مفترجه. بتقول لك بنتها توفت وجوزها بنتها توفى معاها في حادثه ومع عيال يتامى. راعي شعور الناس يا شيخ. طب ما تشتغل يا اسلام. انت مالك؟ انت لو جيتي قلت لي تعالى شوف مثلا في ست محتاجه كده ولا كده، انا هقول حاجه؟ انت مالكيش فيه. هي مش طالعه تسال عليا؟ انت ليه تتدخلي انت؟ ليه تتدخلي؟ ليه يا شيخه منك لله؟ ماشي يا اسلام، خلاص خلصت. خلصت. عندنا ميعاد دكتور على فكره، وانا مش قادره اناقد معاك. والله العظيم ربنا ما هيجبر بخاطرك ابدا ان شاء الله. والله ما هتشوفي جبر خواطر من ربنا عشان انت ما بتجبروش بخاطر الناس. شيخه ده انت تقيله منك لله. ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرك ان شاء الله. ربنا يجبر بخاطرك. الدكتور اتفضل قوم البس، ولا شوف هتعمل ايه. هتيجي معايا كده البس الكوتش ونروح للدكتور. عارفه لولا حرام والله العظيم قادرة. كنت قلت لك مش رايح معاكي في حته، بس انا عشان خاطر بنتي ليكي حق عليا ان انا اروح معاكي. لولا كده والله ما كنت خطيت معاكي في حته يا كنزي. ماشي يلا يا اسلام، انا تعبانه مش قادره اناهد. يلا مش قادره تنهدي؟ قومي يا اختي نروح للدكتور. قومي بس اسمعي، هنكشف من عند الدكتور
تروح عند بيت اهلك، تمام؟ عشان انا مش طايقك اصلا، مش طايق اشوفك على مدار اليوم. يعني هتتخلى عني وانا لا مش هتخلى عنك يا هانم، انت ضايقتيني، اللي انت عملتيه في الست الكبيره ده ضايقني. يعني يا اسلام يعني بعد ما تعبت وخلاص بقى هتتخلى عني؟ لا انا ما بتخلاش بحد، انت اسلوبك يخلي الناس كلها تتخلى عنك. تهيني الست الكبيره وبهدلها كده. ناس فقراء، حس بالناس الفقراء يا شيخ، ولا انت عشان ربنا مديك واحد مبسوط فتيجي على الناس؟ منك لله يا شيخ، انا اللي عملت فيك كده. ماشي يا اسلام، شكرا. يلا قومي قومي، مش هنقعد نرغي كتير، انا اصلا غلطان اني بتكلم معاكي. يلا يلا قومي قومي يا شيخه، منك لله، ربنا ما يكبر بخاطرك ابدا. يا رب ست تجيب لي حاجه اكلها، انا بقالي 5 ايام ما اكلتش. الله يرحمك يا بابا. السلام ايه يا عليكم. ستي؟ اي يا حبيب ستك. عامله ايه؟ جبت لي اكل؟ يا حبيبي جبت لك كل اللي انت عايزه. انا بقالي 5 ايام يا ست ما معلش اكلتش. معلش، اخواتك فين يا ولد؟ نزلوا تحت. النبي هات انا جعان. عليا حاضر يا حبيبي. انا بقالي 5 ايام ما اكلتش. كل انت جيت حلو وعدي وصل لي اخواتك دول. لا حول ولا قوه الا بالله. خد انا كلت يا حبيبي، اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. رحمتك واسعه يا رب، قوينا على كل جاي. بقول لك ايه، اسمعني يا ولد. يا ست. شهر رمضان هيجي لنا خير كتير قوي، وتاكل انت واخواتك. بجد يا ستي؟ وربنا هيرزقني واجيب لكم هدوم العيد. دي انا نفسي في طعم العيد. هجيب لك ترنج. ماشي يا ست. خلاص ماشي. لما يجي اخواتك اديهم دول جايبها تاني. زيكم. جاي؟ كل واحد سندوتش، ماشي. وانا شيلوا لي السندوتش بتاعي بالليل. ماشي يا ست. يا حول الله. استغفرك يا رب واتوب اليك. ربنا يرزقهم. انا جعان، انا بقالي كتير قوي ما اكلتش حتى الفراخ، بقالي 2 3 ما اكلتش الفراخ. يلا يا بنتي دخلي لي الحلقه اللي بعديها. السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك يا ورحمة دكتور، الله اخبارك وبركاته. ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. الله يديك الصحه. ازي حضرتك يا دكتور؟ فاكرنا ولا لا؟ لا انساكوا ازاي يا الاستاذه كنزي، الملف بتاعك قدامي اهو. الله يبارك لك يا دكتور، خير ان شاء الله يا رب. انا بعت جبت التحاليل وكده. الله يبارك لك. طب خير تمام. انت حضرتك كنت مبشرنا المره اللي فاتت وقلت لنا ان شاء الله بنسبه 95% مفيش اي حاجه. لا ان شاء الله خير، ربنا يسهل ان شاء الله وكل جاء وليه جواء ان شاء الله. اكيد طبعا، وكل اللي يجيبه ربنا حلو يعني. بس هو للاسف الاستاذه بتاخد كميه برشام رهيبه ومسكنات. فعلا يعني مش كانت قادر اقول غاليه لك. كمان يعني. يعني دي كهج اسد. ف انا مضطر اقول لحضرتك على حاجه يعني. اتفضل يا دكتور. بس هو كل حاجه وليها علاج يعني. تمام، انا مع يا حضرتك. دكتور في ايه؟ لا مفيش حاجه، انا عايزك تطمني ما تقلقيش. اهدي. هو طبعا المسكنات اللي هي خدتها دي اه في كليه من الكليتين تلفت. كليه من الكليتين يا دكتور؟ تلفت يعني تقصد ان هي يعني بقت نسبتها كانها مش موجوده خالص يعني اللي هي خلاص معدومه خالص. لا انا عايزك تهدي كل حاجه. اهدي. في ايه؟ طب يا دكتور، طب ايه الحل طب يا دكتور يعني؟ لا في حل حلول طيب. كتيره ان شاء الله. طب ايه الحل طيب؟ هو بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا اتفضل يا دكتور. يعني مبدئيا كده هنبتدي مرحله غسيل. هتغسل كلى يا دكتور؟ ده هيبقى الفكره مؤقته كده لحد ما نشوف نحاول نتصرف كده في حد متبرع ولا حاجه يتبرع لنا بكليه طب انت عندك حد طب يا دكتور ونعملها يتبرع زراعه طيب يعني ولا ايه؟ طيب احنا عايزين حاجه اللي هي يعني تبقى تمام وحاجه امنه معانا. والله بص انا هحاول من ناحيتي وانت حاول من ناحيتك. بس هو من ناحيتك لو يكون افضل يكون حد من العيله من الاسره على اساس ان ايه، ان الجينات تبقى قريبه من بعضها. يعني دي لازم حد يتبرع لها او نعمل لها زرع؟ ده اكيد. يا اما هتفضل بقى تمشي كده على الغسيل لحد يعني حصل لك فشل كلوي. طب يا دكتور يعني مفيش اي ادويه تتاخد تحل المشكله دي؟ والله بص هقول على حضرتك على حاجه يا دكتور. الملف بتاعها اهو وروح عند اي دكتور تاني. انا مصدقك يا دكتور والله يعني. لو قال لك كلام غير اللي انا بقوله لك براحتك. بس انت لازم يعني دلوقتي قبل كمان شويه لازم تخش تغسل.
استغفر الله العظيم يا رب، اللهم لا اعتراض على امرك يا رب. عشان تمام يا دكتور. الحاله كده بكسوق. تمام يا دكتور. شكرا جدا يا دكتور. انا حاسه ان انا شكراً تعبانه جداً. النهارده، ولما زعقت شويه مش قادره اتكلم. طب يلا. لا ان شاء الله خير يا حبيبي. ماشي يا دكتور، إن شاء شكرا الله جدا. خير يا شكرا بنتي. شكرا. يلا يلا امشي قدامي. خير. امشي 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 امشي. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله، بنتي صغيره لسه. خشي لي يا بنتي بالحاله اللي بعديها. خشي خشي اتفضلي. خش يا استاذ. كنت حاسه شفت ربنا عمل فيكي ايه؟ انا كنت خش بس، خش. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليه العوض ومنه العوض. عليه العوض ومنه العوض. تعالي يا أستاذة عودي. تعالي يا أستاذة، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ مش بعرفش هنعمل هذا الله وهذه حكمته. شفتي؟ مش قادرة. شفتي؟ لو أنت كنت جبرت بخاطر الست اللي أنت بهدلتها من شوية، كان ربنا جبر بخاطرنا النهاردة. لكن للأسف عرفت بقى اللي بيعمل خير بيلاقي خير، واللي بيعمل شر بيلاقي شر. عرفت يا أستاذة؟ هنعمل إيه؟ غسيل وهنروح مستشفيات وبهدلة، وكل جلسة ب 10,000 و6,000. هنكوع لما نقول يا بس. كل ده بسبب إيه؟ بسبب جحدانك وقسوة قلبك. انت لو بتعملي خير مع الناس ربنا كان عمل معاك خير، لو بتجبري بخاطر الناس كان ربنا جبر بخاطرك. لكن انت ايه؟ جحده. انت جحده، ما بتحبيش غير نفسك وبس. لو بتحب الخير للناس كان ربنا كرمك. كان ربنا كرمك. ما انا لازم اعرفك ولازم اعلمك عشان تتعظي. ده درس من ربنا يا استاذه. اهلك ما علموكيش. اهلك لو كانوا ربوكي على الاصول وجبر الخواطر كنت بقيتي انسانه كويسه. لكن اهلك برضو نفس القصه كده. اهلك بيدوسوا على الناس، واللي بيدوس على الناس ربنا بيبعت اللي يدوس عليه. ها انت فاهمه حاجه؟ واللي بيأذي الناس ربنا بيسلط اللي يأذيه برضه. ما تفكريش ان هي العمليه كده. كما يتنين تدان ولو بعد حين يا استاذه. طب كفايه، انا مش قادره اتكلم معاك. كفايه التعب اللي انا فيه. كفايه ايه؟ ممكن الست اللي مشيت دي تكون دعت عليكي دعوه ربنا قبلها. ليه؟ الناس الغلابه دول بعد اوقات ربنا بيستقبل دعواتهم. لان ما لهمش حد غير ربنا. ليه يا شيخه؟ ليه يا شيخه؟ ربنا ينتقم منك باذن الله. هنعمل ايه دلوقتي؟ ادى الله وده حكمته. على العوض ومنه العوض. هضطر اروح اغسل لك، ونروح بقى المستشفى دي وزحمه ونحجز، ويلا 6,000 ويلا 10,000، وراحت فلوسك يا نعيم. واصرف كل اللي ورايا واللي قدامي على انسانه واطيه. اسمعي بنت الناس، صلي على النبي عشان نبقى على نور بس. تمام؟ انا دلوقتي ياما انا مش هصرف على حد. تمام؟ انت كده بصراحه يعني كده بقى على بلاطه. انت مش هينفع تعيشي معايا. انا برضو كل واحد برضو لازم يعيش حياته. يعني يا اسلام الكلام ده، يعني انت عايز تباني في اول محطه؟ يعني تاخدني لحم وترميني عظم؟ حرام عليك. لا يا ماما، انا يا ماما شاب ومحتاج واحده نبقى عايشين في تمام انا وهي واعيش حياتي. مش هفضل في المرار واروح مستشفيات ونعمل وندفع اللي ورانا واللي قدامنا. لا يا ماما، فانا يا بنت الناس مش هينفع نكمل. انا مش جايه لك تعبانه اساسا، انا تعبت في بيتك. وانا ماليش ذنب يا ماما. انا ماليش ذنب ان انت انسانه جحده. ماليش ذنب ان انت انسانه بتفتري على الناس. انا عايز واحده تبقى قلبها طيب، بتجبر الخواطر، بتراعي شعور الناس. لكن انا يا بنت الناس مش هينفع نكمل مع بعضينا كده. الموضوع بالنسبه لي حسبي ونعم الوكيل فيك، عشان وفيك ان شاء الله. وفيك لا انا ما خدتكيش لحم ولا رميت لك عظم. انت بتجنن عليا. انا ما كنتش عندك في بيتك، انا كنت جايه لك زي الورده. مش بتاعتي. حسبي ونعم الوكيل. مش بتاعتي والله العظيم. انا بصي اللي انت عملتيه النهارده كوم، واللي انا سمعته عند الدكتور كوم، وانت كده يا بنت الناس وقتك انتهى معايا وما لناش نصيب مع بعض نكمل. مش احنا ما لناش نصيب مع بعض؟ ابعت لي ورقه طلاقي، وكل اللي انت قاعد فيه ده يا حبيبي افتكر بس اللي انت كاتبه لي باسمي. بلا مش اسمك يا ماما. اسكتي. القرار اللي انا كتبته لك ده قلت ايه؟ ساري حتى تاريخه. يعني انا اقدر في اي وقت الغيه. مالكيش حاجه عندي. وانا يا بنت الناس ما ظلمتكيش. ماشي كده اصلا انا هاخد منك كل الحاجات دي وتدفع على وشي لو لقيت اصلا بيت تقعد فيه. يلا انا ماشيه. طب اقول لك ايه، استني بس قبل ما تمشي. احب اقول لك ان انت طالق بالثلاثه. احسن برضه. روحي بقى لاهلك. انا عايزك بس تروحي لاهلك. لو واحد في اهلك عرف بس يغسل لك غسله واحده اعمل لك اللي انت عايزه. ماشي ان شاء الله. يلا روحي
يلا روحي يلا انا روحي يلا، خليهم يعلموكي جبر الخواطر وتعملي الخير. ها خليهم يعلموكي، هم اهلك اصلا ما بيحبوش يعملوا خير، عشان كده ربنا مش كارمهم. لا دي كده ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اعيش معاها، نقعد بقى نغسل في كيله ونقعد بقى نروح مستشفيات واصرف اللي ورايا واللي قدامي. لا انا اشوف له واحده تدلعني وادلعها ونسافر مع بعضينا. انا في فاضل التعب ده، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. هو كده اللي ما بيعملش خير مش هيلاقي خير، واللي بيعمل شر ربنا هيردها له شر على طول. ده جبر الخواطر على الله يا جماعه، والله العظيم اللي بيعمل خير ربنا بيبعت له الخير. اوعى تفكر ان انت لو عملت خير وربنا ما بعتلكش خير تزعل، لا ما تزعلش. النهارده بكره السنه الجايه بعد سنين ربنا هيبعت لك الخير، ما تستعجلش على الخير. اعملوا خير يا جماعه، والله العظيم ده جبر الخواطر على الله. بلاش نفتري على الناس، بلاش الغني يفتري على الفقير. ما تفتكروش ان ربنا بيسيب حد، ربنا والله ما بيسيب حد. اعملوا خير يا جماعه، شهر رمضان شهر مفترج، ربنا يكرمكم يا رب، وان شاء الله يكون رمضان خير على امه محمد جميعا. وما تنسوش تقولوا لي يا جماعه اللي انا عملته ده صح ولا غلط. انا شايف نفسي صح، اصرف فلوسي بقى وعلى واحده ما تستاهلش، فانا شايف نفسي صح. انتوا شايفين ايه؟ مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان خاطر نشوف اراء الناس ايه في اللي انا عملته. انا شايف نفسي صح واروح اتجوز دلوقتي.